واغلب اللقاءات اللي بتجمع ما بين الفرقتين اغلبها ما بيكونش فيها اي كلين شيت. اعتقد بصراحه الماتش ده هيكون فيه اهداف كتير ومن الناحيتين. اعتقد ان استون فيلا هتكسب المباراه، لكن بقى ظريف عزيزي المشاهد ان طبعا لما مانشستر سيتي يروح لاعب فرقه شيفيلد يونايتد هتعمل جيم دفاعي مقفول بغباوه، لدرجه ان في السنين اللي فاتت كل المباريات اللي جمعت ما بين مانشستر سيتي على ارض شيفيلد يونايتد بتقابل فيها شيفيلد يونايتد كانت بتكسبها بس بالعافيه، يعني ما كانش فيه سكورات، ما بنشوفش انفجارات. ونقدر نقول ان اخر 3 سنين المواجهات اللي جمعت ما بين الفرقتين نيوكاسل ما عرفتش تكسب فرقه ليفربول لا على ارضها ولا بره ارضها. شوف يا اخي سبحان الله، الفرق اللي تروح تلاعب نيوكاسل على ارضها ووسط جماهيرها الفرقه دي بتروح تتبهدل احلى بهدله وبتخسر بنتيجه كبيره وبفضايح، الا فرقه ليفربول بتروح هناك هي اللي بتحط عليهم. طبعا بقى في الهجوم محمد صلاح ولويس دياز وجوتا او جاكبو، ولكن اعتقد ان هو هيبدا بجاكبو. ده طبعا يوضح ان في ضغط موجود على فرقه نيوكاسل، واعتقد ان المباراه ديت هشوفها برضو بتخلص صالح فرقه ليفربول، لكن ما اعتقدش ان هيبقى فيها اي كلين شيت. اما من فرقه ارسنال طبعا ساكا بنسبه كبيره، بنسبه اقل منه شويه مارتينيلي ممكن نشوفه بيخطف حاجه، نيكيتيا لو شارك اساسي مع ان ما اعتقدش ممكن نشوف نيكيتيا، ممكن بقى ايه الراجل من تروسارد نشوفه بيلعب بقى مهاجم، او مارتينيلي يبقى هو مهاجم وتروسارد مكانه، يعني هنشوف تغيير تكتيكي. ديابي من فرقه استون فيلا اعتقد عنده فرصه الجوله ديت يعني يكافئ ملاكه بقى. ستيرلينج برضه من فرقه تشيلسي اعتقد من ابرز الاسماء الريسكي والديفرنشال جدا اللي ممكن تفكر فيها من فرقه تشيلسي. اهلا وسهلا بكم جميع مشاهدي ومتابعي قناه وبرنامج البوب شو. اهلا وسهلا بكم معاكم ايهاب في حلقه جديده من حلقات برنامج فانز بريمير ليج وسادتنا ونصايحنا للجوله الرابعه. يا رب يعديها على خير يا رب وبدون اي خوازيق وتكمل على خير ونكمل من نجاح لنجاح وابعد عننا شر الخوازيق. ان شاء الله في حلقتنا النهارده هشوف تشكيلتي وجبت كام نقطه وترتيبي النهائي بقى الكام على العالم، ونشوف مع بعض برضو ترتيب ال10 الاشاذ بتوعنا على الليج والدوري بتاع البرنامج، واهم وابرز النصائح والاستعدادات اللي نقدر نعملها ونخلي بالنا منها واحنا بنستعد للجوله الرابعه من موسم فانز الدوري الانجليزي الموسم الجديد 2023 2024. بس يا معلم طالما الفيديو ده وصلك ما تنساش تكمل دعم ليا واشترك معايا في القناه. لو لسه ما اشتركتش معايا لغايه دلوقتي هتلاقي زرار محطات مكتوب عليه سبسكرايب، هتدوس عليه تفعله، وجنب جرس التنبيهات برضه هتدوس عليه تفعله عشان اول ما اعمل اي حلقه جديده تجيلك على طول. ولايك والشير يا باشا المتين بتاعك ما تنساوش، ده بيساعد الحلقه والقناه تكبر تنتشر وتوصل لاكبر عدد متابعين. طب بقى اكونتاتنا على السوشيال ميديا مش محتاج افكرك، فيسبوك انستجرام تويتر تيك توك موجودين في كل حته، خش اشترك معانا واعمل لك فول الاكونتات عشان دايما تبقى متابعني كل جديد بجديد. والدوري بتاعنا دوري قوي تقطيع وليس للضعفاء، في الديسكربشن تحت صندوق الوصف في كود ولينك الاشتراك للاثنين دوري اللي بنلعب بيهم، دوري الهيد تو هيد والدوري الاساسي بتاعنا اللي بنلعب بيه. خش اشترك وورينا نفسك. في البدايه بس حابب اقول حاجتين مهمين. اول حاجه طبعا احنا عندنا وسائل تواصل اجتماعي كتير بنبقى موجودين عليها زي الفيسبوك انستجرام تويتر تيك توك موجودين في كل حته. في برضه هنضيف عليها وسيله جديده نحاول نشوف نستفيد منها على قد ما نقدر، ودلوقتي بقى موجود دلوقتي ممكن نعمل قناه على الواتساب. طبعا الواتساب ما احنا عارفين ان الموضوع سهل وسلس فيه بسهوله، نقدر ابعت صور ابعت تشكيلات ابعت اخبار، هبدا اقول بقى افكاري بفكر في ايه ناوي اعمل ايه، تعليق على حاجه بتحصل في الماتش، اي الكلام ده كله. دول الحاجات دي كلها نقدر نتابعها من خلال القناه بتاعتنا ان شاء الله هتتعمل على الواتساب. ولينك الاشتراك في القناه ديت هيبقى موجود تحت في الديسكربشن تحت في صندوق الوصف. طيب هتقول لي طب الواتساب هنخش عادي يعني؟ عادي جدا مفيش اي مشكله، هتدوس على لينك الاشتراك هتبقى موجود معانا في القناه على الواتساب. والميزه ان اللي هيشترك معايا في القناه على الواتساب ديت هو لا هيبان اسمه ولا هيبان رقم تليفونه ولا الكلام ده، البرايفسي والخصوصيه موجوده مفيش اي مشكله، محدش هيبقى مطلع على نمر حد. خلاص هي بتبقى زي قناه زي اليوتيوب كده بالظبط، انت مشترك في القناه كل اللي بيبان بس اسمك والصوره بتاعتك اللي انت حاططها. هنحاول نستغل الموضوع ده بان احنا نبقى اقرب لبعض، نحاول يعني طبعا هو ما حدش هينفع يحط تعليق او حد يعرف يبعت سؤال او حاجه، القناه ديت هو الوحيد اللي بيقدر يحط عليها حاجه او يضيف عليها حاجه او ينشر عليها حاجه هو انا او اي صاحب قناه. يعني انت القنوات دي بقى تنتشر دلوقتي موجوده
موجوده على الواتساب بصوره كبيره، وفي قنوات دلوقتي كتيره موجوده على الواتساب، فصاحب القناه هو اللي بيبقى الوحيد اللي بيقدر ينشر او يعني ينزل حاجه او يكتب اي حاجه، اي غير كده محدش بيقدر يعمل. يعني دي حاجه نظام غير الكوميونتي خالص. فتجربه جديده حابب ان احنا نخش فيها، نشترك فيها ونشوف نقدر نستفيد منها والدنيا هتبقى عامله ازاي، ونشوف كده هتبقى تنفعنا في الفانتزي وفي اختياراتنا وتفكيرنا، ونبقى متواصلين مع بعض اكتر، ولا يعني عاديه زيها زي اليوتيوب وزي الفيسبوك والانستجرام وتويتر، ولا الدنيا فيها ايه. خش اشترك معانا وخلينا نشوف كده التجربه دي هتبقى عامله ازاي. طيب نشوف بقى مع بعض تشكيلتي وجبت الترتيب النهائي بتاعي كام وسكوري كام. بس قبل ما اقول يعني انا عايز يا جماعه ابقى يعني بشوف حاجات برضو في التعليقات غريبه جدا. يعني بلاقي ناس كتيره في الكومنتات تقول لي ازاي تشكيلتك يعني مثلا سكورك كذا وترتيبك كذا وانا سكوري كذا وترتيبي كذا، ازاي تيجي دي؟ ما انا ببقى حضرتك قايل لك ده سكوري النهائي لغايه اللحظه الفلانيه. قلت لك يعني مثلا الجوله اللي فاتت قلت لك الحلقه ديت بتتصور قبل الماتشات اللي هتتلعب بتاعت مانشستر سيتي وبتاعت استون فيلا وبتاعت ليفربول، وده ترتيبي النهائي والسكور اللي انا جبته لغايه دلوقتي، وهنكمل عليها في حلقه يوم الثلاث. هقول لك تشكيلتي النهائيه بقى جبت كام سكور في النهايه خالص، وترتيبي النهائي بقى عامل كام. يعني ما انا قايل لكم كده. وطالع طبعا جنبي بيبقى طالع التشكيله بتاعتي فيها هالاند مثلا ما لعبش لسه، فودن لسه ما لعبش، يعني الماتشات اللي لسه معايا لعيبه منها لسه ما لعبتش بتلاقيها لسه عندي ما نزلهاش سكور. فانا بقول لك ان الحلقه دي بتتصور قبل كذا، فطبعا بتتصور وبتتمنتج والكلام اللي بيتقال فيها كله بيبقى قبل الماتشات دي ما تتلعب، فما تجيش انت بعد. وطبعا هي المشكله بتبقى ان الوقت العرض بتاع الحلقه بيبقى بعيد شويه عن ما الحلقه اتصورت. يعني ممكن مثلا الحلقه اتصورت يوم السبت بالليل مثلا يعني، وعندنا يوم الاحد الماتشات خلصت خلاص بتاعت استون فيلا وبتاعت مانشستر سيتي وبتاعت نيوكاسل وليفربول. بعد الماتشات الحلقه بتنزل، ما انا مش عارف انزلها قبليها، قبل الماتشات ما حدش هيشوف الحلقه، فبتنزل الحلقه بعد الماتشات. فطبعا لما بتنزل انا منوه قايل كذا وكذا وكذا، فما تجيش تحاسبني ده سكوري النهائي بعد الماتشات ديت. ما انا قايل لك ان ده سكوري وترتيبي لغايه اللحظه الفلانيه، وحتى طبعا سكوري تحت بيبقى مكتوب. انا مثلا كاتب سكوري 175، فانت داخل تحاسبني على سكوري النهائي اللي هو بقى ال 189 تقريبا او 185. هو انا كاتبه؟ انا مش كاتبه، انا مش قايل في الحلقه ان انا سكوري بقى 185 وترتيبي مش كذا. انا بكلمك على ترتيبي ونقطي والرانك بتاعي في اللحظه الفلانيه، اللحظه اللي انا بصور فيها وطبعا بيتمنتج فيها، وكل الكلام ده بيتقال قبل الماتشات دي ما تتلعب. فشويه تركيز الله يكرمكم، خلي الدنيا تعدي على خير. طيب انا بقى سكوري النهائي بقى خلاص كده بعد الماتشات ما خلصت وكله اتلعب وكله تمام. دلوقتي انا جايب 69 نقطه. طبعا الرانك والترتيب بتاعي رجع شويه، كنت ال 250,000 270,000 280 في الحدود ديت. طبعا الماتش ليفربول لما يتلعب وماتش استون فيلا اتلعب، وطبعا اللي حصل في السيتي وهالاند وفودن اللي قاعد دكه والكلام ده كله، ترتيبي في الاخر رجع شويه بقى 480 تقريبا او 480 او 70 60 في الحدود، المهم 400,000 وكسر يعني. طبعا برضو ده انجاز عظيم جدا جدا، لان الجوله اللي قبلها انا كنت 2 مليون ونص، لما تقدم في المراكز 2 مليون يعني حلو، يعني الدنيا اهي ماشيه الى حد ما بتقول. طبعا فرق في ترتيبي جدا، 17 نقطه راح جابهم ماتي كاش، نزل كتير طبعا لناس كتيره نزل لهم من على الدكه بتاعتهم، فطبعا ده برضو فرق في الترتيب بتاعي شويه. اسيست محمد صلاح برضو الدنيا فرقت معايا شويه في الموضوع ده. هالاند واللي هببه ضربه الجزاء اللي راح ضيعها، وطبعا جايب لي 8 نقط بس بالكابتنه. فطبعا وستيرلينج على الناحيه الثانيه جايب 38 نقطه، وفي ناس كانت مكابتنه راشفورد اللي كان مكابتن ساكا، فطبعا الدنيا ما كانتش الطف حاجه بالنسبه للكابتن. ولكن في العموم حلو زي الفل قوي. وترتيبي على الجيم ويك تقريبا كان ال 100 حاجه و90 او ال 190 الف على العالم، وترتيبي على جمهوريه مصر العربيه تقريبا انا مش متذكر بصراحه، بس هو تقريبا هيبقى في حدود ال 40,000. طيب تعالوا بقى مع بعض كده نشوف ترتيب ال10 الاشاوس بتوعنا على الليج والدوري بتاع البرنامج، ونشوف كده الترتيب عامل ايه ومين اتغير مين بقى في المركز الاول لغايه المركز العاشر. في المركز الاول معايا عماد عفيفي جايب 62 نقطه، الجوله اللي فاتت برصيد اوفر اول 224. وفي المركز الثاني محمد خيري جايب 111 نقطه برصيد طبعا اوفر اول 224 نقطه. لغايه دلوقتي عملتها ازاي دي يا محمد؟ وفي المركز الثالث محمد غرام جايب 85 نقطه، الجوله اللي فاتت برصيد اوفر اول 223. وفي المركز الرابع عمر الكناني جايب 62 نقطه، الجوله اللي فاتت برصيد اوفر اول 221. وفي المركز الخامس فانتاستيك ريدز جايب 69 نقطه، الجوله اللي فاتت برصيد اوفر اول 220. وفي المركز السادس عبد الله الحداد جايب 55 نقطه، الجوله اللي فاتت برصيد اوفر اول 218. وفي المركز السابع ابراهيم يوسف جايب 73 نقطه، الجوله اللي فاتت برصيد اوفر اول 216. وفي المركز
المركز الثامن محمد محمود جايب 60 نقطه، جاله فات برصيد اوفرول 214. وفي المركز الثامن لطفي جايب 63 نقطه، جاله فات برصيد اوفرول 214. وفي المركز العاشر فادي البشير جايب 64 نقطه، جاله فات برصيد اوفرول 212. عظمه رجاله، الله ينور، شغل عالي وفاخر من اللي قلبك يحبه. وطبعا انا الرانك بتاعي في الليج بتاعنا انا دلوقتي الاوفرول بتاعي تقريبا 185 189 في الحدود ديت. فطبعا كده معناه ان ترتيبي في الدوري بتاعي اللي انا عامله ربنا يسامحكم تقريبا ال 160 تقريبا. طيب تعالوا مع بعض بقى نشوف النصائح بتاعتنا ونشوف ازاي نقدر نستعد للجوله الرابعه ونتجنب اي خوازيق ممكن تحصل لنا في الجوله ديت، ونحاول على قد ما نقدر اجاوبك على معظم الاسئله اللي بتدور في دماغك، وازاي نفعل وايلد كارد ولا لا، انه احسن نعمله سالب ولا نفعل الوايلد كارد. طبعا عندنا محمد صلاح، داروين نونيز بعد التالق اللي عمله، ماتي كاش، حاجات كتيره طبعا، لعيبه مانشستر يونايتد، لعيبه ارسنال، اللعيبه دي هنعمل فيها ايه، كل الكلام ده هنحاول ان شاء الله مع بعض في حلقتنا النهارده ان انا اجاوبك على معظم الاسئله اللي بتدور في دماغك. ولكن نبدا كده بالنصيحه الاولانيه، ودي النصيحه الذهبيه، وحابب دايما ابدا بيها كل النصايح لان في ناس كتيره يعني شفتها كتير بتلعب الموسم ده اول مره بالنسبه لها، فلازم تبقى عارفه وتتعلم ايه الصح وايه الغلط، وهو ان انت لازم تتقل على تغييراتك، ما تروحش تعمل اي تغييرات دلوقتي. في لعيبه كتير بتصاب، في لعيبه بتصاب في التدريبات، فاحنا طبعا نحاول يعني نستنى على قد ما نقدر لغايه قبل ميعاد الديدلاين. وانت طبعا ما نسمع الاخبار ونعرف المؤتمرات الصحفيه والدنيا فيها ايه، ساعتها بقى قرر كده انت ناوي تروح تجيب مين، بحيث انت تكون اطمنت اللعيب اللي انت رايح تجيبه ما يكونش مصاب ولا حاجه. لان طبعا ما يبقاش بقى انت قاعد وواحد لعيب مثلا انت جايبه والراجل ما عملش حاجه وانت بتتفرج عليه، فجاه تروح لحظه في لحظه داخل بايعه وجايب واحد غيره، الواحد غيره ده ممكن اصلا يكون لسه ما لعبش، او مثلا اللي انت بعته ده دلوقتي وانت قاعد وتتفرج عليه وما عملش حاجه، ممكن في مثلا في نهايه المباراه في اخر دقيقه يروح خاطف جول، هترجع في كلامك تاني ازاي؟ وطبعا ده برضه بيكلفنا، ناس كتيره بتروح تشتري اللعيبه، اسعار اللعيبه كتير بتزيد بدون مبرر، فطبعا ده الحاجات دي كلها بتضر جدا باللعبه، فلازم كده تتقل وتركز على تغييراتك. طيب نيجي بقى للنصيحه الثانيه، اعمل سالب ولا اروح افعل الوايلد كارد افضل؟ ولو انا عايز افعل الوايلد كارد افعله ولا اصبر؟ ولو انا هفعل الوايلد كارد ايه الحاجات اللي تخليني تجبرني ان انا لازم اروح افعل الكارد دلوقتي مش استنى عليه كمان شويه؟ ولكن خلينا نتفق في الاول ان انت لو حتى فكرت ان انت تعمل سوالب فاعمل حسابك كده ان احنا بنتكلم على سالب 4، ما تروحش بقى تقول لي سالب 8 سالب 16 ولا 12 ولا الكلام الفاضي ده، احنا بنتكلم عن سالب 4 بس. اهو انت مش داخل سوبر ماركت، انت مش داخل تحمل اللعيبه كل اللي نفسك فيها وتحطها وتعمل سوالب زي ما انت عايز. وغير كده ما تزودش الفرق ما بينك وما بين الناس اللي معاك، يعني انت ممكن مثلا تبقى داخل ديت فضل نقطة مثلا وتعدي مليون، مثلا بين كل مليون والتاني مثلا نقطة، فانت محتاج نقطة تكسر مليون مثلا وتنزل تحت المليون. لما انت تعمل ماينس 4 انت بتبعد نفسك اكتر، بتبعد نفسك عن اللعيبة، بتعمل فوارق. اكيد انا افضل سالب 4 بس. وفعل وايلد كارد ولا لا؟ طبعا انا اكيد نصيحتي واضحة وثابتة من الجولات اللي فاتت لما اتكلمت ان موضوع الوايلد كارد يتم تفعيله افضل ما بعد الجولة الرابعة، بعد التوقف الدولي تقدر ساعتها تفعل الوايلد كارد، هتكون الدنيا وضحت والرؤية وضحت، مستوى الفرق مستوى اللعيبة، عرفت مين مصاب مين مش مصاب، مين رجع من الاصابه مين ما رجعش من الاصابه لسه. طبعا كل الكلام ده جدول الفرق طبعا بيتغير بعد التوقف الدولي، هتلاقي في فرق كانت ماتشاتها سهله في الاول ماتشاتها بعد كده تبقى صعبه والعكس صحيح، فطبعا ده هيبقى افضل توقيت ان انت تفعل الوايلد كارد بعد الجوله الرابعه. فيعني ده بقى عندك اسبوعين براحتك في التوقف الدولي تبدا تبدل وتجيب وتعمل زي ما انت عايز. ولكن هناك حاله استثنائيه واحده ممكن تفعل فيها الوايلد كارد دلوقتي، ما تستناش عليها، مفيش مشكله ممكن تفعله من دلوقتي، وهي خاصه بالناس اللي كانوا معاها 3 من فرقه ارسنال و3 من فرقه مانشستر يونايتد. يعني انت مثلا لو كان معاك مارتينيلي وساكا وصليبا او رامز دال او اي حد مثلا من الدفاع، ومعاك طبعا برونو فرنانديز وراشفورد واونانا في حراسه المرمى، فانت كده داخل ب6 لعيبه هيلعبوا بعد الجوله الجايه، فطبعا كده ده معناه ماتش صعب ما هو سهل، وحاله الفرقتين لا تصر عدو ولا حبيب، فانت كده رسميا متخزوق، خصوصا لو كان كمان ما عندكش دكه تشيلك، تعرف تبدل اللعيبه ديت وتشارك بلعيبه ثانيه من على الدكه وتقعد دول دكه وتشوف مين اللي ممكن يقعد فيهم دكه وتلعب حد غيره. دي الحاله الوحيده اللي ممكن تفعل فيها الوايلد كارد، لان انت هتبقى غالبا داخل الجوله ديت وانت اكيد متخزوق فيها. ممكن واحد يبقى عنده مثلا يقول لك طب انا عندي دكه مثلا كويس، عندي 2 ممكن العبهم مكان مثلا راشفورد ومارتينيلي مثلا او اونانا، عندي الحارس الثاني مثلا اريولا ممكن العبه عنده ماتش سهل، وممكن الدنيا تشيل بعضها، ولو اتخزوقت حاجه بسيطه ممكن تستحملها ممكن. لكن بقى عندك اصابات
كتير، ما عندكش دكه وعندك سته بيلعبوا بعض، فطبعا انت ما عندكش هتعمل ايه تغييرتين، واحده بالماينس وواحده تانية فري، فديت يعني الى حد ما ده ليك عذر مقبول ان انت تفعل الوايلد كارد دلوقتي. وبرده نفس الكلام الناس اللي ممكن ما تفعلش الوايلد كارد حتى لو معاها 6 لعيبه من الفرقتين دولت، ان انت يبقى معاك تغييرتين فري. يعني انت معاك تغييرتين فري تحط عليهم تغييره بالماينس كمان 3 تبديلات، ممكن تعدي. غير كده ممكن تفعل الوايلد كارد، بس لما تفعل الوايلد كارد فعله بمعلمه. فعل الوايلد كارد بحيث ان انت على الاقل على الجوله مثلا نقول ال 12 ال 13 ال 14 ما تضطرش ان انت تبقى هتحس فجاه ان انت محتاج وايلد كارد، ان انت في لعيبه كتيره مش معاك عايز تجيبها. ده تبقى عامل حسابك وخطتك، ده فلان هيفضل معايا لغايه الجوله السادسه، بعد الجوله السادسه ده هيطلع ويخش مكانه كذا، ده بعد الجوله السابعه مثلا هيطلع ويخش مكانه كذا، هعمل ماينس 4 في الجوله دي، هوفر تغييرتين في الجوله دي عشان اعرف اجيب فلان. هي كده لازم تبقى مرتب لها ومخطط لها صح، علشان ما تتخزوقش بسبب موضوع الوايلد كارد، ان انت ممكن لو فعلته بدري ممكن تتخزوق قدام. لو عايزين ممكن ابقى انزل لكم قناتنا على الواتساب، ممكن بقى ساعتها نقول مثلا فلان ممكن يلعب من الجوله كذا للجوله كذا ويتباع في الجوله كذا ويجي بداله كذا، ممكن نعمل الخطه دهيت مع بعض على قناتنا على الواتساب. ونصيحه لو هتفعل الوايلد كارد وعشان تخلص من لعيبه مانشستر يونايتد اللي معاك كلها وتبيعهم، لان انت طبعا ما انت شايف منهم لا حاجه دفاعيا ولا هجوميا وانت ونصيبك كل مباراه، لما تبيع لعيبه اليونايتد ما توزعش فلوسهم، حطهم في البنك عشان ترجع تجيبهم تاني على الجوله السادسه الجوله السابعه، هو اللي هيرجع يلعب. مستوى الفرقه طبعا ممكن يتحسن، اصابات طبعا اصابه فاران ولوك شو والكلام ده ما هيبداوا يرجعوا، فتبقى انت ساعتها مش موزع الفلوس وتضطر بقى تقعد تعمل سوالب وتجيبهم تاني. طيب نيجي بقى للنصيحه الثانيه، واتكلمت عليها الحلقه اللي فاتت في حلقه نصايح الجوله اللي فاتت، وهي محمد صلاح. وان محمد صلاح يعني احنا طبعا مجبرين ان احنا نبيع الراجل، لان احنا ما بنقدرش ناخد نقط مقابل السعر الكبير اللي احنا دافعينه في محمد صلاح، والنقط اللي هو بيجيبها لنا عادي جدا لعيبه اقل منه في السعر ممكن تجيب لنا نفس النقط او تجيب اكتر منه كمان. ولكن هنا الجديد بقى اللي انا جاي اكلمك عنه في فرقه ليفربول بالذات، وخصوصا على داروين نونيز. طبعا الراجل تالق غير طبيعي في مباراه نيوكاسل، وطول الفتره ديت من ساعه ما الراجل حطه في رجله في فرقه ليفربول واحنا قاعدين مستنيين اللحظه اللي الراجل هينفجر فيها. فهل هي ديت اللحظه اللي نبدا بقى نشوف فيها داروين نونيز بيبدا ينفجر ويجيب نقط، انه خلاص نبدا نبقى مطمنين ناحيته ونجيبه معانا في تشكيلتنا؟ واضح كده، ويعني انا مش مصدق نفسي وانا بقول الكلام ده، ان نقدر نقول ان اللحظه ديت فعلا جت، وممكن نشوف انفجار داروين نونيز الفتره اللي جايه، ونبدا نشوف داروين نونيز المهاجم القوي اللي بيقدر يجيب نقط وبيحقق لنا نقط كتير. هتقول يا بوب هو انت لسه جديد على اللعبه؟ من ماتش واحد من جوله واحده خلاص هنروح نجيب ساعتها داروين نونيز بعد ما جاب جونين؟ لا طبعا، انا ببص على حاجه تانية غير الاجوان اللي هو بيروح يجيبها ولا الاهداف اللي جابها ولا النقط اللي جابها، وهو بشوف طريقه تعامله مع الهجمه مع الكوره. طبعا كان ايه اللي بيضحكنا في داروين نونيز الفتره اللي فاتت وكنا بنقول عليه الراجل مايونيز ومش عارف ايه والكلام ده؟ الراجل ما كانش بيعرف يقف على الكوره حلو، ما كانش بيعرف يتصرف مع الكوره حلو، الراجل ما كانش بيتمركز كويس، الراجل كان بيتكعبل في الكوره، الراجل كان بيعمل عنده مشاكل كتيره وما كانش عنده ثقه في النفس. ولكن اللي اتفرج على الماتش ده هشوف داروين نونيز ازاي بيتعامل صح مع الكوره، الراجل ازاي بيعرف يقف كويس، الراجل الفينش بتاعه ازاي يتحسن كتير، الراجل اكتسب كتير بعد الجونين اللي جابهم وانقذ فرقه ليفربول، اكيد اكتسب ثقه كبيره جدا في نفسه، بقى في تطور في الاداء بتاعه، بقى بيبص على الجون قبل ما يشوط، كل الحاجات دي ما كانتش موجوده قبل كده. فطبعا معناه ان الاداء بتاعه ومستواه تطور، والراجل نقدر نقول الى حد ما بقى جاهز انه يخش في معمعه البريمير ليج. وطبعا انا مش بقول لك روح اجري هاته من دلوقتي، لا احنا طبعا هنراقب في ماتش استون فيلا، لان طبعا اكيد وبشبه مؤكد كده بنسبه كبيره ممكن نشوف داروين نونيز بيبدا الماتش بتاع استون فيلا، ساعتها بقى اروح راقبه شوفوا طريقته عامله ازاي، لسه المشاكل دي موجوده ولا لا، اتحسن اداؤه ولا لا، وهيبقى ايجابي ومساهماته ايجابيه على الجون. طبعا مش متوقع ان كل ماتش ينزل يجيب جون ويعمل نقط ويجيب نقط، لا، لكن انا عايز اشوف طريقته في التعامل يجي منه ولا لا. ساعتها بقى هنبدا نتكلم مع بعض بعد ما نشوفه كده ونراقبه في ماتش استون فيلا، نبدا نشوف الراجل ده يستاهل نجيبه في تشكيلتنا ولا لا. اما النصيحه اللي بعد كده متعلقه بحيره كبيره كلنا واقعين فيها لغايه دلوقتي، وبنحاول نشوف هنعمل ايه، وخصوصا مع رن الماتشات الكويسه جدا ليهم الفتره اللي جايه، وهي فرقه استون فيلا، نجيب منهم مين افضل، واتكنز ولا ديابي؟ خلينا كده نتفق في البدايه ان اكيد ده هيكون ليه ماتشات واكيد ده هيكون ليه ماتشات، مش لازم الاثنين او لازم واحد فيهم كل جوله ينزل يجيب نقط، ده هنلاقي له جولات بيجيب فيها نقط وده هنلاقي له جولات بيجيب فيها نقط. طبعا واتكنز على سعره المفروض نستني منه اكتر من كده، ولكن الراجل الى حد ما كونسيستنت، الراجل كل جوله بيطلع لك بحاجه، ب5 نقط، ب4 نقط، ب6 نقط، يعني انت ونصيبك الراجل، بس الراجل بيطلع لك بحاجه. وطبعا ده الى حد
حد ما نقولش عليه وحش. على الناحيه الثانيه ديابي ساعات بيعمل ماتشات كويسه وارقامه بتبقى حلوه، لكن هو بيبقى مش موفق، فساعات بيطلع لك بلانك. غير كده وكده انت عندك زحمه في وسط الملعب رهيبه، عندك لعيبه كتير انت نفسك تجيبهم معاك في خط الوسط، ما انتش عارف تجيبهم لان انت خلاص هم 5 بس اللي انت بتلعب بيهم، وانت محتاج تجيب لك 6 ولا 7، فهتجيب منين؟ فطبعا موضوع واتكنز ده يحل لك مشكله على مستوى خط الوسط، ان انت يبقى معاك حد اساسي مهاجم برده كويس من استون فيلا تقدر تعتمد عليه في مستوى الهجوم، وتفضي في وسط الملعب مكان لحد تاني. ولكن في نفس الوقت ما اقدرش انكر مستوى وسرعه ومستوى الفينش بتاع ديابي اكيد احسن واعظم بكتير من واتكنز. وفوق كل ده وده سعره طبعا اللي بيسمح لي ان انا يديني راحه وبحبحها شويه في الميزانيه بتاعتي، ان انا اقدر احط الفلوس ديت في حد تاني واعلي من واحد تاني، مثلا بدل ما بلعب بمدافع ب4 لا ممكن العب بمدافع ب5. ولكن الاكيد اللي هيفرق ديابي هيبقى افضل ولا واتكنز هيبقى افضل هي طريقه اللعب اللي بيعتمدها اوناي ايمري طبعا في الماتشات اللي بيلعب بيها. فطبعا لو اوناي ايمري فضل مكمل على نفس الطريقه اللي لعب بيها قدام فرقه بينلي، وبيشغل بقى الجناحات واحد زي كاش وبيعتمد على سرعات القادمين من الخلف واحد زي ديابي، وواتكنز بيخدم على الناس ديت، لا هنا اقدر اقول لك هنا واتكنز مش مفيد، واللي هيبقى مفيد اكتر واحد زي ماتي كاش، واحد زي ديابي، ماجين، يعني هتلاقي دوكليز لويز يعني الى حد ما، ولكن طبعا ديابي افضل واحد فيهم. فطبعا يعني هنا نقدر نقول بطريقه اللعب دي ديابي افضل، لكن في طريقه اللعب العاديه الطبيعيه اللي بيلعب بيها اوناي ايمري معظم الماتشات واتكنز هيبقى افضل لنا. هتقولي طب انا اعرف ازاي؟ دي هتيجي بقى بالمتابعه، احنا عندنا جولتين 3 على الاقل نقدر نتابع فيها استون فيلا قبل ما نقرر نجيب حد منهم معانا في التشكيله بتاعتنا لرن الماتشات الكويسه السهله اللي هتبقى عندهم. انت ممكن تبقى معاك ماتي كاش من دلوقتي، وممكن يكون معاك ديابي من دلوقتي او واتكنز من دلوقتي، ولكن انت عندك القدره ان انت طبعا تغير الطريقه سواء بقى بوايل كارد او تبقى موفر التغييرات، بحيث ان انت تبدل بقى تشوف هتجيب واتكنز ولا تكمل بديابي او تكمل بواتكنز، ان احنا نراقب استون فيلا الفتره اللي جايه ونشوف اوناي ايمري هيعتمد على فكره وطريقه اللعب اللي لعب بيها قدام بيلي، ولا ديت كانت صدفه او مش صدفه مؤقتا لغايه اما طبعا ليون بيلي راجل يخف ويقدر يرجع يعتمد عليه تاني، لان طبعا طول ما ليون بيلي في الملعب نقدر نقول واتكنز الى حد ما اخطر من ديابي. ممكن يجيب، مش هقول لك لا، هي ظروف ماتش بقى بتبقى بتحكم وظروف فرقه، ولكن في طريقه اللعب اللي لعب بيها قدام بيلي ديابي بيبقى خطير جدا. كده في الاخر رايي انا الشخصي، انا شايف ديابي هيبقى كويس، راجل مهاريا حلو، سعره كويس، هيديني اريحيه في الميزانيه بتاعتي، يعني هياخد مني مكان في وسط الملعب، ولكن كل الحاجات ديت ومستوى الفينش بتاعه تخليني ان انا اميل اكتر ان انا اجيب ديابي اكتر ما اجيب واتكنز. ولكن مزنوق له بقى ومضطر تجيبه لان خط الوسط عندك مليان، فواتكنز برضه اختيار محترم مش وحش. اما النصيحه اللي بعد كده هي متعلقه بالستيرلينج، هل ستيرلينج نروح نجيبه وخلاص بقى نقدر نعتمد عليه ونبقى مطمنين من ناحيته، ولا الراجل ده كان زوبعه في فنجان؟ الراجل ده كان شويه تالق كده، شويه حبه حلوين تالق كده طلعوا في لحظه ما وخلصت مش هنشوفها تاني. بص هو فرقه تشيلسي والراجل عنده رن من الماتشات الكويسه اللي يسمح لك الى حد ما تاخد الريسك فيه، ما انت واخد ريسك في حاجات في ناس كتير، واحد زي مبويمو، واحد زي ديابي، واحد زي فودن ما انتش عارف هيلعب ولا لا، فانت واخد ريسكات كتير، فايه المانع نبقى من ضمنهم ريسكايه زي ستيرلينج؟ والراجل نقدر نقول ان من كل ماتش للتاني من ساعه الموسم ما بدا لغايه دلوقتي ارقامه بتتحسن كتير، ومركزه بيلعب فين في وسط الملعب والموقع اللي بيلعب فيه اتحسن كتير عن بدايه حتى الموسم التحضيري، موقعه اللي بيلعب فيه في الملعب افضل كتير من كل الماتشات اللي فاتت، لان حرفيا بقى ستيرلينج مديني نسخه محمد صلاح من سنتين، اللي هو كان بيلعب جناح ياخد الكره ويقطم يخش جوه ال 18 يقابل المدافعين بوشه بسرعته يقدر يراوغ ويحط الكره ويجيبها جول او يباصي للمهاجم او ايا كان. فطبعا بقى الستايل ده يجي منه، عارف ان ستيرلينج ساعات ممكن يشيلك وبيضيع كتير، لكن واضح ان الراجل شغال على نفسه، والراجل نقدر نقول اكتسب ثقه الفتره اللي فاتت، وبيتكلم مع بوتشينو بيحاول كده انه يلاقي لنفسه المساحه والمكان والموقع اللي يقدر يحاول فيه بوتشينو يستفيد من ستيرلينج اكتر استفاده. بصراحه انا شايف ليه لا، ممكن ناخد الريسك في ستيرلينج نجيبه معانا في التشكيله بتاعتنا على الاقل 3 4 جولات اللي جايين اللي يعتبر فيهم ماتشات سهله، وراجل نقدر نقول يعتبر ديفرنشال نسبه ملكيته مش عاليه. اما النصيحه اللي بعد كده هي متعلقه بمارتينيلي. طبعا مارتينيلي بعد 3 جولات الراجل طلع فيهم بلانك، ما عملش فيهم غير اسيست وحيد، نقدر نقول صابرين نفس خلاص ما عدناش قادرين، ومع وجود كاي هافرتز في التشكيله اللي مبوظ علينا مارتينيلي اللي خلاه ملتزم بالخط، وكل الماتشات اللي فاتت شفناه ملتزم بالخط، الراجل ما بيقطمش وما بيخش جوه ال 18 ومش سريع ومش بيهاجم زي ما كنا بنشوفه في الموسم اللي فات، فنقدر نقول لا كفايه على مارتينيلي كده. ان ارتيتا طول ما هو بيعمل تغييرات تكتيكيه بالمنظر ده ومضطر طبعا او مجبر انه يلعب كاي هافرتز بالصفقه اللي راح جابها لفرقه ارسنال عشان ما يبقاش لبسهم والراجل يبقى بيحاول يطلع منه اي حاجه، فطبعا كده ده معناه بيقضي على مارتينيلي تماما. الراجل سعره مش رخيص، الراجل بالسعر ده او اقل منه عندي لعيبه كتير ممكن اجيبها تجيب له نقط اكتر من
هو بيجيبها. ولكن بقى المشكله هنا ان جابرييل خيسوس رجع تاني خلاص وشارك في المباراه اللي فاتت قدام فرقه فولهام. جابرييل خيسوس لما بيشارك الى حد ما مارتينيلي بنقدر نشوف، لان جابرييل خيسوس بيبقى عنده مرونه جوه الملعب في الطريقه التكتيكيه وبناء الهجمه وطبعا بناء اللعب. فالراجل جوه الملعب تحركاته بتساعد الى حد ما مارتينيلي يتحرر شويه من كاي هافرتز ويقدر يخش يهاجم ويهدف على الجول. طبعا بقى الخوف كل الخوف بعد عوده جابرييل خيسوس ونروح نبيع مارتينيلي، نرجع نلاقي مارتينيلي رجع للمستوى اللي كان عليه قبل كده. وطبعا ده بقى يديني عذر الى حد ما ان انا ممكن اصبر على مارتينيلي لجوله او جولتين كمان. لكن انت بقى لو تشكيلتك بايظه ومحتاج فلوس والدنيا في لعيبه عندها ماتشات اسهل بكتير عايز تعتمد عليها، فانا متفق معاك تماما. مش هقول لك لا سيب مارتينيلي وحافظ عليه، وان السبب الوحيد اللي يخليني اقول لك تصبر عليه هو عوده جابرييل خيسوس. ولكن بصراحه عايزنا يعني اقول لك الصراحه، لو انت بتفكر تبيع مارتينيلي ومعكش مثلا ديابي، معكش ماديسون، معكش مبويم، وعايز تروح تبيعه عشان تجيب حد من دول، لا تصبر ولا تعمل، روح بيعه طالما اللعيبه دي مش معاك اصلا. اما النصيحه اللي بعد كده هي متعلقه بمانشستر يونايتد، اللي نقدر نقول بقى لغز كبير بالنسبه لنا، ما احناش عارفين نعمل ايه معاه، لانه طبعا دلوقتي لا هو دفاعيا بقى نافع ولا هجوميا نافع. دفاعيا بعد اصابه فران ولوكشو نقدر نقول ان الدفاعات بتاعت مانشستر يونايتد بقت مكشوفه. والحاج ونانا اللي احنا جايبينه معانا الراجل غالبا بمنظره كده في الفتره اللي جايه صعب يطلع كلين شيت. وهجوميا نفس الكلام، طالما انا ما عنديش مهاجم كويس، واحد زي هويلين ده لسه ما شفناهوش، مش عارفين هيفرق قد ايه طبعا لما يلعب مع الفرقه هيفرق ايه على مستوى التكتيكات وعلى مستوى تحركات اللعيبه، وهل هيفتح المجال لراشفورد وبرونو ان هم يتالقوا ولا لا، او هيترجم الفرص اللي ممكن تجيله من برونو او من راشفورد ويجيبوا اهداف ونشوف نقط للاثنين دول. فاحنا لسه كل ده ما احناش عارفينه. ولكن نقدر نقول ان غالبا المستوى الهجومي بالنسبه لمانشستر يونايتد مزري. ولكن الى حد ما لو انت عايز تفكر في حد من مانشستر يونايتد فغالبا اقدر اقول لك برونو فرنانديز. ولكن الجوله دي انا شايف ان انت تنهي علاقتك بمانشستر يونايتد تماما وتصبر عليهم جولتين ثلاثه اما تشوف الدنيا فيها ايه. نشوف بقى هويلاند لو لعب تاثيره هيبقى عامل ازاي، الاصابات هترجع، الدنيا هتبقى عامله ازاي، كل الكلام ده هنشوفه. وطبعا لو انت هتفعل وايلد كارد ومش هتجيب معاك اي لعيب من مانشستر يونايتد اعمل حسابك، ودي نصيحه للي هيفعلوا وايلد كارد الجوله ديت وهيمشوا كل لعيبه اليونايتد اللي معاهم، ان انت تسيب فلوس كفايه في البنك تقدر بيها تجيب راشفورد او تجيب برونو ونونا بعد كده. اما النصيحه اللي بعد كده هي متعلقه بويست هام. بعد المستوى الكبير اللي قدمه ويست هام الفتره الاخيره والنتائج الايجابيه اللي حققوها الفتره الاخيره، ونقدر نقول ان ارقامهم في ازدياد وفي تحسن، وبعد التدعيمات الكويسه جدا اللي عملوها على المستوى خصوصا بقى في خط الوسط، واحد زي وارد بروس او واحد زي الفاريز الراجل اللي بيلعب في خط الوسط الارتكاز اللي جابوه، الراجل اللي اثبت كفاءه كبيره جدا قدام ماتش برايتون. فنقدر نقول الى حد ما ان انت محتاج يكون معاك لعيبه من فرقه ويست هام للجوله الجايه دي بالذات. ممكن الرن بتاعهم مش حلو ومش احسن حاجه، ولكن على الاقل لازم يكون معاك حد للجوله الجايه دي تخطفه كديفرنشالاي وريسكاي معاك. ليه بقى؟ لانه راح يقابل فرقه لاوتن، فمستوى طبعا ويست هام الجوله ديت. والتاني الراجل طبعا ديفيد مويس دلوقتي بقى التاني على في الدوري تقريبا في جدول الترتيب بقى المركز الثاني. فانا شايف تاخد معاك ديفرنشاليه من فرقه ويست هام للجوله الجايه، اعتقد ده امر مفروغ منه لازم يكون معاه. ونقدر نقول بقى الناس اللي ما لحقتش تجيب ستيرلينج وتستفاد من ورا النقط اللي عملها عندها الفرصه ان هي تجيب برده نفس النقط الى حد ما زي اللي ستيرلينج عملها من واحد زي بوين اللي بيلعب في نفس الجنب تقريبا، الجنب اللي كابورليه فاتحها كابورليه. والراجل طبعا بوين الراجل ما يتوصاش مع انطونيو الراجل المهاجم اللي عامل شغل رائع الجوله اللي فاتت، والراجل بدا يتحسن من كل مباراه للثانيه، من ماتش تشيلسي لماتش برايتون الماتش الجاي قدام لاوتن. يعني نقدر نقول هم دفاعيا برضو مش اعظم حاجه. فانا شايف فكره ان بوين وانطونيو الاثنين دول لو عايز تخطف حد منهم مفيش مشكله، بس انا مقلق بس من موضوع انطونيو لان في اخبار بتقول انه خلاص جاي له عقد ورايح السعوديه والكلام ده. ولكن يعني الاضمن بوين الراجل هيجيب نقط تقريبا قد اللي جابها ستيرلينج. اما النصيحه اللي بعد كده بلاش دبل دفاع من فرقه تشيلسي، ده عوني رايح يقابلهم. يعني تخيل بقى عوني الراجل اللي عمال نازل يجيب جون في كل ماتش بيروح يلعبه رايح يقابل فرقه تشيلسي اللي دفاعيا ما هيش اعظم حاجه بالمناسبه. يعني كلين شيت اللي عملته قدام لاوتن ده عشان لاوتن هي اللي تعبانه مش تشيلسي هي اللي عظيم، بالعكس ده في فرص كتيره جت لفرقه لاوتن. لو كان عندهم واحد بيلعب ب 2 جنيه كوره بيعرف يخلص كان زمانه ضيع الكلين شيت، وكل الناس اللي كانت واخده الريسكايه في جاتسو وتشيلويل كانوا زمانهم ضاعوا. فكره بقى يبقى سانشيز وتشيلويل او تشيلويل وجاستو والكلام ده لا بلاش. يعني حاسس كده الا بقى لو عايز تجيب جاتسو وتلعبه مع تشيلويل تعتمد عليه قدام يعمل مثلا اسيست يجيب جون، يعني انت ونصيبك. يعني هو راجل رخيص ممكن تستفيد منه مفيش مشكله.
مشكله، ولكن برضو اعمل في حسابك انه على المدى الطويل جاتسو ده مش هيبقى مفيد، لان جيمس على الاقل بعد التوقف الدولي احتمال كبير يرجع، فطبعا هيبقى ايه جاتسو معاك على الدكه يعني مثلا، انا مش عارف، ولكن على الاقل حتى لو هيبقى عندك على الدكه واحد ب 4 مليون تكون ضامن انه بيلعب اساسي، يجيب لك نقطه يجيب لك نقطتين منين ما تحتاجه تلاقيه. فالناس اللي راحت مع جاتسو فرقع وانسى خلاص، ريسكاو ديفرنشيال ونجحت خدتها، انسى واقلب وهات غيره. هتقولي طب بس يا بوب ما هو جيمس بيتصاب كتير، ما انا ممكن اسيبه معايا على الدكه، ممكن نحتاجه في اي وقت، جيمس بيتصاب كتير وممكن يرجع يلعب تاني عادي مفيش مشكله، معاك ومتفق برضو جدا معاك، ولكن انا هنا فكرتي مش انه هيلعب بس ولا مش هيلعب، لا، في ريسكايه ان انت تعمل دبل دفاع من فرقه تشيلسي وهم لغايه دلوقتي مش اعظم حاجه. لو مع الوقت دفاعيا تشيلسي اتحسن وبقى يعني نقدر نقول ماسكين نفسهم واقفين كده مع نفسهم كده ويعرفوا كده يطلعوا كلين شيت، ساعتها اقول لك ماشي، لكن غير كده انا شايف هيبقى ريسكيه كبيره جدا. اما النصيحه الاخيره معايا بقى وهو ستوبينيان، طبعا الراجل احنا كلنا في حيره من امرنا دلوقتي، الراجل ده نلعب بيه اساسي الفتره اللي جايه ولا لا، وخصوصا انه داخل على رن ماتشات الى حد ما هو السهل، وطبعا هيقابل نيوكاسل، الفرقه ديت طبعا يعني لسه واخده على قفاها من ليفربول ومن السيتي، فاكيد عايزه تنزل يبقى لها رد فعل، وخصوصا كمان ان فرقه برايتون دفاعيا مش اعظم حاجه، فايه خلاص كفايه كده على ستوبينيان ولا نلعبه احتمال يعمل حاجه قدام. طبعا الراجل الفتره الاخيره نقدر نقول هجوميا كان عظيم، والراجل كان بيزيد وبيلعب كجناح، اقرب منه كان بيلعب باك، ولكن نقدر نقول ان ده كان من ضمن احد الاسباب اللي كان بسببها الخساره قدام فرقه ويست هام، فممكن طبعا ديزيربي يرجع بقى في كلامه بعد كده، والراجل ده ما ياخدش ادوار هجوميه ويزيد جامد قدام زي ما كان بيعمل، ويلتزم الى حد ما بالدفاع علشان يقلل المساحات اللي هتبقى وراه، اللي طبعا استغلها فرقه ويست هام استغلال سيء جدا الجوله اللي فاتت، وعرف يكسب فرقه برايتون بمنتهى السهوله، وخصوصا برضو غياب او رحيل ماك اليستر وكمان كايسيدو، الاثنين على مستوى خط الوسط الارتكاز الدفاعي، نقدر نقول الاثنين دولت كانوا بيدوا عمق دفاعي شويه في الملعب، ما عادوش برضو موجودين، فطبعا نقدر نقول دفاعات فرقه برايتون بقت مكشوفه، فديزيربي قدامه مشكله حقيقيه جدا، هو ازاي يحافظ على نظافه شباكه او على الاقل يحاول يقلل الخطوره اللي بتبقى من الفريق المنافس عليه. طبعا بقى عم ستوبينيان ده الجنب اللي هيلعب فيه هيبقى عنده الميرون، وهيبقى عنده واحد باك طبعا زي تريبيه، اللعيبه اللي بتزيد بغباوه، هل ده ممكن نشوفه بيتقدم؟ اكيد طبعا لا، فغالبا هنشوف ادوار من ستوبينيان دفاعيه في الماتشات القويه اكتر ما هنشوف له ادوار هجوميه زي الماتشات اللي فاتت، فممكن ليه لا تاخد الريسكايه وتقعده دكه، والراجل لو ما عملش حاجه وطلع بنقطه والكلام ده هتبقى حلوه جدا ليك في ترتيبك والرانك بتاعك. انا بصراحه بتلعب في دماغي وبفكر فيها جدا ان انا اقعد ستوبيان دكه، مش ابيعه، اقعده دكه. وبس كده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، اتمنى الحلقه ما تكونش طولت مني، واكون قدرت افيدك واساعدك بمعظم النصايح اللي انا شايف ان انا بحاول فيها ارد على معظم الاسئله اللي بتدور في دماغك، وطبعا اتمنى الخير والسعاده والتوفيق لكل الناس، وان شاء الله تكون جوله سعيده خاليه من الخوازيق ونجيب فيها نقط كتيره، واتمنى الخير والسعاده والتوفيق لكل الناس، وارجوكم دايما خليكم معايا.